الصيام العكسي أسلوب حياة يغير جسمك وصحتك. في عالم الحميات تظهر طرق كثيرة لإنقاص الوزن، لكن القليل منها ينسجم مع طبيعة جسمنا البيولوجية. الصيام العكسي هو واحد من هذه الأساليب البسيطة والفعالة التي تعتمد على مزامنة الأكل مع إيقاع جسمك الطبيعي دون حرمان، دون تعقيد. نتائجه مبهرة. ما هو الصيام العكسي؟ هو نوع من الصيام المتقطع، لكن بطريقة مختلفة. بدل ما تبدأ الأكل في الظهيرة وتنتهي مساء كما في الصيام المتقطع الكلاسيكي، تبدأ الأكل من الصباح الباكر وتتوقف قبل المغرب. مثلا الأكل من 7 صباحا حتى 3 ظهرا. الصيام من 3 ظهرا حتى 7 صباحا لليوم التالي، أي 16 ساعة. لماذا هو عكسي؟ لأنه يعاكس العادات الحديثة، السهر، الأكل الليلي، ويتبع الساعة البيولوجية التي تعمل بكفاءة أكبر في النهار وتبدأ بالانخفاض مع الغروب. بهذا الشكل الجسم يهضم أفضل في الصباح ويخزن أقل في المساء. فوائد الصيام العكسي: إنقاص الوزن بطريقة طبيعية، تقليل دهون البطن، تحسين دهون البطن، تحسين جودة النوم، توازن في هرمونات الجوع، تقليل مقاومة الأنسولين، طاقة أفضل خلال اليوم. السؤال المطروح دائما: كيف أبدأ؟ البدء يكون تدريجيا. أول أسبوع أغلقي نافذة الأكل عند 5 بعد الظهر. الأسبوع الثاني قدميها 4 بعد الظهر، ثم استقري على 3 بعد الظهر إن أمكن، يعني التوقف عن الأكل تماما بعد الساعة 3. خلال فترة الأكل تناولي فطورا متوازنا: بروتين، ألياف، دهون صحية. اختاري وجبات غذاء مشوية أو مطهية بطريقة صحية. لا تنسي شرب الماء بكثرة، خصوصا بعد 3 بعد الظهر. تجنبي القهوة بعد الساعة 3، وهذا قد يؤثر على النوم. السهر المفرط تجنبيه. الوجبات الثقيلة والدسمة في الصباح. السكريات الزائدة في وجبات الفطور. الصيام العكسي هو مثالي للنساء فوق 30 عاما، لمن يعاني من دهون البطن أو الانتفاخ، لمن ينام متأخرا أو لديه اضطراب في الأكل الليلي. لا يناسب من لديه عمل مسائي، الحوامل والمرضعات ممنوع، من لديه مشاكل صحية خاصة لازم استشارة الطبيب. الصيام العكسي يعطي راحة جسدية، صفاء ذهني، توازن نفسي، الاستيقاظ الباكر. الأكل الصحي يساعد على أن تكوني أكثر إنتاجية ونشاط بفضل الالتزام. نتائج تظهر على الميزان والملابس. هل جربتِ الصيام العكسي من قبل؟ اكتبي لي في التعليقات تجربتك وأسئلتك. خلونا نشارك رحلتنا سويا. ملاحظة: يمكن دمج الصيام العكسي مع الأكل الصحي الممثل في الصيام المتقطع العادي، ومفيد بشكل خاص لمن يعانون من زيادة دهون البطن أو اختلال في النوم. جدول أسبوعي للصيام العكسي: الأكل من 7 صباحا حتى 3 ظهرا. الصيام من 3 ظهرا بعد الظهر حتى 7 صباحا لليوم التالي. مثلا السبت فطور الصباح على الساعة 7: بيض مسلوق، قطعة جبن، خيار، شاي بدون سكر. على الساعة 10:30 سناك تفاحة أو نصف موزة. على الساعة 2:30 غدائك يكون دجاج مشوي، أرز بني أو برغل، 4 ملاعق فقط من الرز البني وسلطة. اليوم الثاني الساعة 7:30 فطور، نقولوا فول بزيت الزيتون، خبز الشعير، الشاي بدون سكر.
على الساعة 11 صباحا سناك زبادي طبيعي اللي هو ياغورت ناتور، ملعقة شوفان. على الساعة 2 بعد الظهر غداء سمك مشوي، بطاطا مشوية، خضار سوتيه. اليوم الثالث على الساعة 7 صباحا الشوفان بالحليب أو حبة موز صغيرة. على 10 سناك حبة بيض، شاي أخضر بدون سكر طبعا. الساعة 2 بعد الظهر أو 2:30 غداء تاعكم يكون عدس عادي، سلطة، قطعة خبز الشعير. على الرابعة أو رابع يوم من الصيام العكسي الساعة 7 خبز توست تاع الشعير أو القمح الكامل بالجبن مع شوية زيت زيتون، طماطم. الساعة 10 ل10:30 أي فواكه موسمية بكمية قليلة. الساعة 2 الغداء 2 بعد الظهر كفتة مشوية، كوسة، جزر، يعني يكونوا مطهيين على البخار. خامس يوم الساعة 7 بيض أومليت، خضار، شريحة توست شعير أو قمح كامل. الساعة 10 أو 11 حفنة مكسرات، لوز أو جوز. الساعة 2 حتى 2 بعد الظهر غداء سلطة تونة، بطاطا صغيرة، كمية قليلة. اليوم السادس فطور الصباح الساعة 7 عندكم حمص، زيت زيتون، خيار، طماطم، خبز الشعير ولا قمح الكامل. عندكم كميات قليلة. الساعة 10 سناك موزة صغيرة أو تفاحة. عندكم الزوج بعد الظهر الغداء نتاعكم أي طاجين تاع الدجاج بالخضر يكون طايب بطريقة صحية. 4 ملاعق تاع الرز أو البرغل. اليوم السابع والأخير من الأسبوع نتاع الصيام العكسي، فطور الصباح يكون بيض، بطاطا مشوية، الشاي بدون سكر. الساعة 10 بين 10 ل11 أي سناك تاخدو ياغورت ناتور اللي هو زبادي طبيعي. ثانية بعد الظهر عندكم شوربة خضار أو عدس، أي سلطة متنوعة. نصائح يومية مع الصيام العكسي: اشربي 2 لتر على الأقل بين 3 حتى الوقت النوم. مارسي بين 20 حتى 30 دقيقة مشي بعد الأكل. نامي باكرا لتعزيز الحرق الطبيعي. تجنبي القهوة أو الأكل بعد الساعة 3. مسموح فقط أي أعشاب أو ماء بدون سكر.